ماتشات صح؟ يعني خلينا بس كامل الاحترام للمسؤولين الموجودين. انا مالي، انا بقول قص ولزق. ما الدوري بتاعنا قص ولزق. ماشي. انا قلت حد، انا بقول الدوري بتاعنا قص ولزق. تمام. رابع حاجه اللي هو كان الراجل اللي طلع واتكلم وهاجم نادي الزمالك جامد وقالوا له النادي الاهلي، قال لك لا النادي الاهلي ما عملش كده. طب ما النادي الاهلي اعتذر، ما طلعتش ليه؟ ما هو كان نفس الاعتذار صح؟ هو ده مش انسحاب بالنسبه لمين؟ الموقف الزمالك ولا الاهلي؟ الاثنين. النادي الاهلي اعتذر عن ماتشات الكاس صح؟ ما معناش حد طلع اتكلم. طب نادي الزمالك كان مش اعتذار بقى، ده كان اعتراض. اعتراض على الحكام اللي هم خسروه ماتش المصري صح؟ وكان على الراجل اللي هو طلع وتحدث، وعشان الجدول اللي هو اصلا ما نعرفش ده هيلعب امتى وده مش هيلعب امتى لما اتحط وبعدين قال لك ده يمشي ده ما مشيش، وهو اللي هيحط الجدول تاني السنه دي. انت بتقول لي هيمشوا، انت الدوري هيبدا امتى؟ هو المفروض على حسب الكلام اخر سبتمبر، اول 9، اخر 9 نقول او اول 10. نقول 10. طيب هم هيمشوا امتى؟ هم خلاص كده يا كابتن يا عم خلاص. طب مين اللي هيحط لك الدوري؟ نهايتها خلاص. مين اللي هيحط لك الدوري؟ وبعد كده اللي هيجوا دول هيجوا امتى؟ هم مفروض بس لسه بقى مع يبقى انت ما حققتش ولا طلب من الاربعه، يبقى انا انسحبت ليه؟ حد يطلع بس يقول لنا انت انسحبت ليه، عشان تفهم جماهير الزمالك، تفهم محبين الزمالك ان انت كان ليك وجهه نظر ان انا انت مش عاجبك اداء الاداره دلوقتي يا كابتن خلاص خالص. لا بصراحه ضد التيار. ما بعد الكونفدراليه ولا قبل ضد بص، اولا في كذا حاجه هم اتكشفوا. يعني انت مثلا اول ما جيت قلت ايه، في 200 مليون هيتضخوا عشان نرفع. اجيب منين انا اجيب منين؟ انا ما تقولش. بص يا فاروق ما تقولش. انا نفسي حد يطلع منهم بقى ويقول لك احنا علينا فلوس قد كده، علينا. هو مش القيد لما اتفك ده كان فلوس يا عم هو ماشي، مش اللعيبه لما جت حبيبي فلوس. ماشي، ما انت ما ترميش. خالد بوطيب اللي اتدفع له فلوس برضه، يعني مبلغ كان كبير. كل ده حلو، ما عنديش مشكله. انا بكلمك دلوقتي انت لسه ما جيتش وقلت هضخ 200 مليون. طب انت بتقول ليه؟ بتعشم ليه جماهير الزمالك؟ ولما جيت قلت ما فيش حد دفع. ماشي، موضوع كهرباء يتاخد بالدولار ولا بالمصري؟ طب يتاخد بالمصري بس خد فلوسك كلها، ما يبقاش فيه اقساط. ما انا في ازمه، مين اللي يفك لي الازمه دي؟ فلوس كهرباء صح ولا؟ حتى لو اخدهم يا عم بالمصري، انت بتقسط ليه؟ ما هو مبلغ كبير برضه. انا مالي، انا ده في حكم محكمه، انا اروح واقوم جاي واخده بالدولار كمان، واخده بالدولار. هي كانت زياره الكابتن محمود الخطيب قلبت الموازين. طيب العلاقات جيده ما بين الناديين. لا هو في واحد محنك، في واحد اول ما تشوفه كده تمدله على بياض. تاثير السحر قصدك؟ اول ما تشوفه كده تمدله على بياض. كابتن خطيب بس هي دي المشكله. فهم مدوله على بياض. كاس مصر يروح يتلعب في السعوديه عادي. طب انت حلو العلاقات كويسه يا كابتن، ايه المشكله يعني؟ بس اطلع مستفيد زي ما النادي الاهلي هو اخد الفلوس بتاعت الكهرباء نادي الزمالك فين؟ لا لسه فاضل قسطين، ده في واحد في شهر 7 لسه ما اتدفعش، وعندك لسه مش عارف 10. يعني انت مثلا لو كنت شفت كابتن خطيب مش هتمضي على بياض؟ همضي على بياض. طيب بس حاجات برضه تفيدني مش ايوه ماشي يعني على بياض. يعني هو مصلحته ومصلحتي، مش مصلحته هو وبس يا فاروق. واخد بالك؟ لا زيزو لو شافه يمضي على بياض هو هتلاقيه ماضي. طيب حتى على فاصل نرجع نكمل كلامنا. عايز اكلمك برضو على ماتش امبارح بالنسبه للاهلي.